دونك حنايا في حياتنا رانا نمشو في طريق، ورانا كل ما نزيدو نطولو في هذيك الطريق نديكوفريو صوالح. وانا من الصوالح اللي ديكوفريتهم حتى الان وانا ماشيه في الطريق متاعي في حياتي، يعني ديكوفريت باللي اصعب حاجه في الحياه هذه على حسب واش عشت حتى الان، على حسب واش راني مجوزه، ماشي الحزن، ماشي الفقر، ماشي انك تفقد بنادم، ماشي سيباراسيون، ماشي والو. اصعب حاجه في الحياه بور موا هي الانتكاسه. اشغل كي تكون ماشي في طريق ربي وذيك الطريق بدا تحلالك، لايك بديت تيكوفري بليك هذه هي اجمل طريق في الحياه ولا اجمل طريق تقدر تمشي فيها، بعد ضربه واحده تنتكس. اكثر حاجه عيتني في حياتي هي الانتكاسه to be honest. يعني كل واحد وش جوز فينا، كل واحد وش ديكوفرا، كل واحد وش جات سوى عفسه صعيبه، ولكن انا بالنسبه لي اصعب عفسه جوزتها حتى الان هي الانتكاسه. واحد الخطره كنت شغل سي بون شغل بون هي كامل ماكش فينا بنادم كامل مكمل، كامل كنا نغلطوا كامل هكا. واحد الخطره سي بون شغل ديسيديت باللي نستقيم، يعني ما نقولوش نتوب باسكو ما كنتش خارجه الطريق ولا مي ديسيديت نستقيم، يعني نولي شغل ما نصليش ونخلي نولي نصلي صلاتي في وقتها، نزيد حفايس بانيك ملاح لايك نصلي النوافل، لايك هذوك سنن رواتب، لايك نزيد نولي نسي نحفظ القران things like this. يعني حبيت نكون نمشي في طريق سوا you know. مشيت في ذيك الطريق، خيرتها، قدرت ندخل لها يعني بسهولة، ترى قربي سهلة، اللي يحب يروح لها فريمون سهلة. الو وليت نصلي صلاتي في وقتها، وليت نوض للفجر وليت دائما نوض للفجر حتى بلا ساعة بلا رافي ولا نوض، نفطن نسيبو يأذن، وليت نصلي سنن رواتب، وليت نحفظ صور القرآن، حفظت سورة الملك، وليت نحفظ البقرة، يعني وليت نصلي قيام الليل. اجمل عفسه في حياتي يعني، ولا اجمل عفسه في الطريق هذيك اللي كنت فيها من الصدف ولا من العفسات اللي صادفتهم يعني في هذيك المسيره هي قيام الليل. يعني تجربتي معاه كانت بزاف رائعه. جول كنت فريمون عجبتني ديك الطريق، كنت حابه نزيد نديكوفري اكثر فيها اكثر واكثر. كنت محبسه غنى ما نسمعوش، عبالكم نحكي لواحد لو بوين كو والله غير كي كنت نسمع غنى غير نعيف، ما على باليش وليت شغل نبكي. يعني اذا كنكون وحدي نبدا نبكي نقول انا علاش كان يعجبني ذا الغنى، علاش زعما شذو الكلمات الساقطه، ولا واش هذا الغنى اللي كان يعجبني. شغل ديكوفريت الدوسري اي ثينك انا ما نعرفش نطقهم بيا، عبد الحيدان ولا عفسه هكا anyways. شغل ديكوفريت باللي ولا غير عندهم تجويد رائع، يعني يخليك صح تسولاجي شغل فريمون. شفت باللي ولا ديكوفريت باللي القرآن خير من الغنى بألف خطرة وصح يشافي صح. اللي قال لك القرآن شغل يداوي كل الغنى شغل الغنى يجرح والقرآن يشرح سي فريمون. شغل كنت تمشوا في طريقكم حين ديكوفري وكامل شاني نهدر وحيعجبكم كامل هذا الاكتشافات اللي حديروهم باسكو فريمون طريقه هايله. جاء يوم من الايام صارت لي واحد لاكسيون ما نقدرش نهضر عليها. انا انتكست كي انتكست كانت ابشع مرحله مريت فيها في حياتي. دونك انتقلت من افضل مرحله مريت فيها في حياتي الى ابشع مرحله، واللي هي من بعد الانتكاسه. الوغ لا عاودت وليت نسمع غنى، عاودت وليت نصلي ونخلي، حتى وليت نصلي كاع. يعني اذا كنصلي غير زعما خطره في النهار، زعما نصلي الصبح ولا الظهر ولا بعيش، قيام الليل مولش نديرو، سنن رواتب نعجز عليهم، القرآن مولش نشدو. لايك انتكست 100%. وليت صح من انتكاسة. يعني في انتكاسة فوالا. اللي ما يعرفش الانتكاسة هي انك تكون زعما ماشي في طريق ربي، تكون مستقيم ثابت على دينك، ومن بعد تنتكس يعني تعاود تبعد على الطريق الصحيحة هذيك وتروح شوية لطريق العوجات تبدا مايل شوية ليها وهكا. يعني لايك واحد كان يصلي بعد ما يوليش يصلي، واحد كان ما يسمعش غنى ولا يسمع غنى، واحد كان يحفظ القرآن بعد حبس. هذا هي الانتكاسة. دونك بوغ موا بليك اصعب حاجه في الدنيا يقدر يمر بها الانسان هي الانتكاسه على حسب تجربتي الشخصيه. وهي سي فغي كو سهله باش تدخل لهذيك الطريق، ولكن الصعيبه هي كيف تولي يعني مور الانتكاسه لايك مي. يعني مور من انتكست شيبتني وريفتني باش قدرت نعاود نولي، وما كي وليت ما وليتش لايك كيما كنت ملتزمه تقدروا تقولوا 99%. يعني عاود تولي شغل شويه بقيت ناقصه لايك وليت 70% 60%. مثلا عاود وليت نصلي سي فغي صلاتي في وقتها، وسي فغي ما كنت ناضي حتى الصلاه ولا مازال ماني ناضي حتى الصلاه، بصح ما وليتش شغل نصلي سنن رواتب، مانيش ندير قيام الليل، مانيش نفطن للفجر.
راني نقرا قران اوكي، بصح شغل نحبست هذوك اللي كنت نديرهم لايك الافكار كنت ما يخطونيش، دوكا راني من ذاك نقرا من ذاك لا يعني راني نولي بالعقل يعني. انتكاسه على قلت لكم صعيبه باسكو موراها مور ما تولي تعاود تسيي تولي طريق ربي صعيبه بزاف، صعيبه وبزاف تعييك وخلاص سيبو تلحق البوان كو راك تقول ما شحال نلحق خلاص شغل عييت ربي. راني دائما شغل نقول سيبون دير هذه غنيغ فورم تاعي في خاطر نتوب ما نعاودش نتاكس، تعاود تنتكس ربي هذه خلاص سمح لي سي لا ديرنيير فوا وتعاود تنتكس يا ربي هديني يا ربي ثبتني يا ربي يا ربي وتعاود تنتكس يعني حتى تسماط لك. ولكن هذا الشيطان يلعب في لعبه اند لازم عليكم تكافحوا تبقاو تكافحوا لأنه جهاد النفس يعتبر من أصعب الأشياء في الحياة، أنك تجاهدي نفسك ولا أنك تجاهد نفسك. ألوغ لا لازم نكونوا strong بما يكفي باش نقدروا نكونوا قد هذا الجهاد ولا قد هذا الكفاح. فوالا دونك احنا نعطيكم بعض الادفايس تاع كيفاش قدرت نولي يعني بالعقل. اي هوب يفيدوكم واي هوب انك تسيو كامل تولوا طريق ربي يعني بزاف من هذا الهم والغم اللي رانا فيه من هذه الظلمه باسكو طريق ما تخرج. وفوالا رانا في طريق الشيطان يعني انتكاسه يجيبها الشيطان، وربي اصلا كيديرها لنا كاختبار لنفسنا باش يشوفنا اسكو حنا رانا رايحين نعاودوا نجهدوا باش نعاودوا نولوا عنده ولا ما نح نديروا حتى دي زيفور. يعني اسك ربي يشوفنا اسكو يختبرنا اسك حنايا دايرينو كانه هو يستاهل انه نعاودوا نكافحوا ونديروا دي زيفور باش نعاودوا نولوا عنده ولا لا. فوالا دونك ماشي ربي كيديرنا الانتكاسه هذه باش زعما باسكو ما يحبناش وما يحبناش نكون في طريق نتاعو ولا. يعني بزاف اللي يقولوا بلي انا كنت في طريق شابه وطريق تاع ربي، علاش حتى ربي عاود جول هو اللي ربي هو اللي يقدر يدير كلش، هو اللي راهو يدير لي هكا، هو اللي يكتب لي اني ننتكس. علاش ربي كتب لي ننتكس وانا كنت في طريق مليحه؟ ماشي فيدير كو ربي يكرهك ولا ربي ما يحبلكش تكون في طريقه ولا، ولكن جاست كاختبار ولازم ما نفشلوش. فوالا لازم نكونوا سترونغ لكم بما يكفي باش نقدروا نكونوا قد هذا الجهاد. as I said بلي اللحظة الصعيبة بزاف في الانتكاسة هي كي تحس بلي طريق ربي ما عادتش مفتوحة ليك، لايك ضيعت الطريق اللي كنت ماشي فيها ولا بلا تبان لك بعيدة بزاف تاع البوان كما تقدرش ترجع. وهذه هي أكذب فقرة ولا فكرة يقدر يزرعها الشيطان في بالك. لأنه خليني نقول لك حاجة واسمعها مليح، اللي خلق عمره لا يضيع. لايك ربي اللي خلقك ما يضيعكش، مستحيل اللي خلق السماوات والارض اللي خلق قلبك دموعك ضعفك مستحيل يضيعك ولا ما يقدرش يخلقك ومن بعد يرميك ولا I don't know. يعني ربي ما يضيعش عباده، يختبرهم كاختبار. يعني الانتكاسه هذه ما هيش عقاب ولا ما على باليش، الانتكاسه هي اختبار ثاني لايمانك، اعتبروها بهذا الشكل. يعني لايك ان اكزام اللي يقول لك اسكرك رايح ترجع ولا راح تستسلم كما قلت لكم في الاول. لانه جايز كاين والله غير كاين اللي حاسبين باللي كل مؤمن ولا هذيك اللي دايره حجاب شرعي ولا ما على باليش يقول لك هذا ما قال الله قال الرسول، لايك ما يغلطش هو زعما تدي من عنده الصحيح تسقسيه يجاوبك القرآن 60 من الحديث. نو المؤمن هو اللي يطيح ويرجع. يعني مام هذوك اللي تسيبوهم يعني اخينا كما احنا نقولوا اخينا باللحيه وتسيبوا هذيك دايره جلباب ونقاب، مام هما حتى هما ينتكسوا. يعني يبان لكم بلي ايمانهم قوي جدا وجدوا ما كاش بنادم في الحياه يعني راهو يعني الان يعني ثابت على دينه وما مرش بعفسه اسمها انتكاسه. يعني كامل باش نلحقوا لك الثبات القوي والايمان القوي كامل حنمروا بالانتكاسه هذه. يعني نورمال بزاف هذه الانتكاسه، خاصه كي تكون شاب ولا شابه يعني قلبك حي، لايك نكونوا نحبوا بزاف نحلموا بزاف نتحمسوا بزاف. يعني نطيحوا خاطر نثقف ونطيحوا خاطر نغلطوا، يعني نطيحوا خاطر الدنيا تضربنا من جهات ما حسبنا لهاش يعني ما درناهاش حساب. بصح البروبلم ماشي في الطيحة، البروبلم هو كي نبقاو طايحين. لايك إلا طحت نوض لماذا ما زلت طايح؟ يعني مفهمت. يعني راك في الانتكاسة عاود نوض عاود ولي. يعني كاين مرحلة توجع بزاف في الانتكاسة واللي هي يعني ثاني مرحلة صعيبة بزاف في الانتكاسة اللي هي تقارن في روحك بنفسك القديمة، تقول أنا ما كنتش هكا، على بالنا بلي ما كنتش هكا، كاع ما كناش هكا، كامل ما كناش هكا، بصح دوكا رانا لايك a different person. لازم عليكم تثبتلو لايك تقول انا ما كنت نصلي لايك كنت نصلي كنت نضحك كنت نحس شغل ربي راه قريب عندي. شغل تبدا تحقر في روحك تجلد في روحك تقول انا فشلت انا خلاص انا مت انا ما واي. يعني لماذا لازم احنا كي ننتكسوا لازم نعاودوا نحاولوا انه نخرجوا من هذه الانتكاسه، لانه الحقيقه انكم ما فشلتوش غير اختبرتوا من طرف الله، غير تعبتوا
تعبتوا انكم تكونوا strong always، يعني تعبتوا انكم تسقموا كل شيء وحدكم، تعبتوا انكم تكتموا حتى تنفجروا لايك تراكمات هذوك. وربي يشوف التعب هذا، يا ربي راه يديكم، يعني ربي اكيد راه يشوف everything راه يصرى. لايك دائما ديروا في راسكم بليك مام راكم في الانتكاسه بلي ربي راه عارف بلي ماكمش حابين دي الطريق، لايك راكم تجاهدوا في نفسكم ما درتوش دي زيفور وما نفتوش النيه تاعكم برك شغل كأنكم ضميركم كيديروا ذاك الذنب، شغل ربي راه يعطيكم في حسنات عليه. لايك مازالت عندك نيه مليحه، صح راك تذنب، ماشي ما نقولناش ماكش دير في الذنب، صح شغل اللي انبك ضميرك يا بخي، هذا هو الانسان طاهور، يعني الانسان اللي صح نقي، اللي صح يحب طريق ربي، يعني كي يدير الذنب صح ينبو ضميره، شغل يدير فيها اصلا هو ماشي حاب، لايك يديروا بصح شغل ما باش من ذاك نفسنا تغلبنا من ذاك سو دائما ديروا في راسكم باللي ربي راه يشوف في هذا التعب اللي راكم تطيحوا فيه، هذا الجهاد وهذا الخوف وما على باليش، يعني ربي يشوف الوجع اللي في قلبك حتى لو ما هدرتوش، حتى لو ما مانيش عارفه ما عبرتش عليه، اكيد ربي راه يعرف، يعني السر وما يخفى، يعني يعلم بكل شيء. يعني كي تحس روحك بعيد اعرف بلي هذا هو الوقت بالذات اللي ربي راهو قريب بزاف، ربي راه يستنى فيك انك تنوض وتولي له. ربي يعني ما يستناش منك تكون كامل، يستنى غير قلب صادق، لايك نوض اوكي، ما يقولكش ربي يرجع يعني رجع نهار تولي مليح رجع ليه، لا يقول لك رجع باش انا نرجعك مليح، فهمت؟ يعني مانيش حنستناك تولي مليح باش ترجع لي، رجع لي وانت ماشي مليح باش انا نردك مليح. الرجوع لربي ما يحتاج خطه كبيره، قلت لكم بلي طريق ربي سهله، ما يحتاج وعود، يحتاج غير خطوه واحده just one step ديرها and يوان لايك دعاء واحد من قلبك، كلمة يا ربي ثبتني، يا ربي عاود رجعني كما كنت، وتكون بصدق، حتى لو كنت تبكي، حتى لو كنت مقلق، حتى لو كنت ماشي فاهم واش راه صاري لك، ماكش فاهم روحك، لايك ماكش فاهم روحك، المهم ربي يفهمك، ربي راه عارف، ربي راه عارف المعنى الحقيقي تاع يا ربي راك عارف لايك بس شغل ترانا هذيك يكون رايحين ندعو شغل تنمو عندنا بزاف دعوات ولا مش عارفه، شغل ما يجيناش هذاك كلام في نروح نهضرهم كامله نقول يا ربي راك عارف، شغل ربي راك عارف بلا ما نهضر، باخذ كل صح ربي راه عارف، شغل ماشي هضره برك هذه صح ربي راه عارف، شغل ربي صح راه عارف guys you know. and please مهما طالت الانتكاسة جامي and never تقول I'm later، جامي تقول راني متأخر، جامي، لأنه عند ربي ما كاش تأخر، يعني ما كان حتى وقت متأخر مع ربي، طالما قلبك راهو حي، طالما راه يوجعك يعني بعد، يعني راه الباب الرجوع مفتوح ليك اوكي. إلا راكم تسمعوا فيا تدعي أن راكم في الانتكاسة وراكم حاسين روحكم ضايعين، I want to say راكم ما ضحتوش، راكم في اختبار، واختبار الإيمان ما ينجحوا غير اللي يرجع له ولا يراجع له لايك اوكي. رجوعك ما يكونش ضربة واحدة، يكون بشوية كيما أنا، يعني نهار بنهار اوكي، ماكش تصلي كاع ولي معليش صلي اليوم، بالك ماكش تصلي العشاء، بالك العصر، بالك ما تولي تصليهم كامل، بعد تولي تقرا القران، بعد شويه تولي تفطر الفجر، خطره تفطر، خطره لا خطره يديك لهم تاع تصلي قيام الليل، لايك ستيب باي ستيب اوكي، ماشي ما قلنا لكمش كلش على ضربه، ولكن لازم تكون خطوه او مو خطوه اوكي. دونك كيفاش نرجع ونثبت بعد الانتكاسه؟ the first thing اللي لازم عليكم تفهموها شي تعرفوها هي الرجوع ما يكونش ضربة واحدة كما قلت لكم، ومشي حماس يطلع نهار ويهبط غدوة، لايك اليوم خلاص نولي ونصلي بعد غدوة صاي. الرجوع الحقيقي هدوء، نية صادقة واستمرار، حتى وانت ما راك حاسب والو، لايك ما راكش حاسب اللي ماكش تخشى في صلاتك، ماكش حاسب اللي شغل لك، ماكش حاسب روحك كما كنت من قبل، ما قدر شغل تولي مام هكاك وكمل اوكي، هكاك وكمل معليش صلي بلا خشوع، المهم صلي اوكي. يعني الاستمرار هذا حتى وانت ما راك حاسب والو، قلت لكم نورمال، لازم يكون اوكي. المهم استمراريه، لانه اكبر غلطه نطيحوا فيها بعد الانتكاسه نحبوا نرجعوا كامل مره واحده، يعني كيما انا كنت نصلي ونديرهم كامل، حبيت نرجع ديراكتومون ونعاود كيما كنت، يعني وين نصلي ونقرا القران ونحفظ وندير نو لازم ستيب باي ستيب اوكي we have time okay. نحنا نحبوا نرجعوا كامل ضربه واحده ونضغطوا على رواحتنا ونقولوا لازم نولي كما كنت وقبل ومنا واحسن وجسبا بصح لا بالعقل اوكي. يعني حتى ذاك اللي هو خايف يموت بعيد الشر، ربي يطول لنا في عمرنا ان شاء الله كامل، ما تخافوش، يعني متوا انكم تحاولوا، يعني تموت انك تحاول احسن من انك تموت وانت ماشي منطقه تحاول ولا سيد تحاول. اي ابخي نتعبوا نطيحوا ثاني، الوغ باش نثبتوا لازم نرجعوا بشويه
يعني رجوعك يبدأ بحاجة صغيرة بزاف، حاجة ما تخوفكش، لايك تصلي، جالس تصلي، نوف صلي، زيد صلي، أذن صلي، نوف صلي، حب الشاك دير نوف صلي، صلي حتى يخلص الصلوات. هذه زعما أصغر حاجة مور الانتكاسة تقدر تعاود ترجع لها، واللي هي اللي حترجعك اليوم كامل هي الصلاة. يعني أنا I think بلي مور الانتكاسة اللي راك ناوي تعاود تولي تحفظ القرآن وأنت ما راكش تصلي، نو I think بلي الصلاة هي اللي حترجع لك واش كنت تدير من قبل. أوكي so the first عفسة هي أنكم حاولوا ديروا عفسة صغيرة لايك الصلاة. أوكي ثاني حاجة guys listen، ما تولوش وحدكم. إلا كنتوا راح تعاودوا تولوا في ذيك الطريق ما تولوش وحدكم، ادوا معكم دائما صحبة صالحة، حتى لو ما كانش شخص، يمكن يكون بودكاست like me. اوكي so كاين ناس يعني عباد يرجعوا زعما يقولوا لايك نعتزل نبعد عليهم كاع، نصلح روحي وحدي برو، يعني وحدي بوحدي وما نولي ومنا هذوك يديروا تاع نعتزل 15 يوم وعام واسبوع حتى نصلح روحي. I think بلي روحك تحتاج دعم في هذه البريودة، يعني في الانتكاسة، مانيش نهضر على الفايس واحد آخر انت تطوير ذات وجسبا، أنا نهضر على الانتكاسة. صحبة مليحة، كلام مليح، محتوى يعني يقربك ما يبعدكش. لايك أنا كانوا بزاف لي بودكاست تاع ناس يعاونوني، يعني حاولوا تبدلوا البيئة المحيطة بكم، يعني ماشي كل الناس اللي تحبوهم يصلحوا ليكم. لايك كاين أصدقاء سوء مع الأسف، يعني ماشي كل طريق مشيتوا فيه لازم تعاودوا تمشوا فيه. أوكي the third thing يعني ثالث حاجة، تعامل مع روحك بالرحمة ماشي بالقسوة. أوكي يعني كي تغلط مور ما رجعت لايك ما تبداش تقول لايك شفت ما نقدرش، ها شفتي قلت لك بلي راكي ماكيش حتى قدرتي تعاودي تولي، ها وتبداو تبكوا البنات كيما انا كنت نظن كي قلت لك ماشي حتى قدرتي تولي، لا راكي نو قولوا نورمال، راني نتعلم، راني نطيح، راني نوض، حنولي. الفرق بين اللي يثبت واللي يطيح، اللي يثبت يغلط ويكمل، اما اللي يطيح يغلط ويحبس. شفتوا لا ديفيرونس؟ يعني كاين ديفيرونس، يعني ربي ما يطلبش الكمال لله وحده، يطلب المحاولة just trying. okay so the fourth thing اللي هي très important، أربط الرجوع بالحب مش بالخوف. لايك ما ترجعش غير خوفا من العقاب، يعني تخاف من النار ومن العذاب تاع ربي وكامل، سي بوغساك رايح تولي رجع حبا في ذاك العفسة، يعني لأنك تحب القرب من ربي، تحب السكينة، تحب تحس روحك مرتاح. اوكي ريلاكس اوكي so يعني for this، يعني مشي just باسكو ربي قالنا ولا باسكو زعما كل ما ترجعش أكيد ربي يعاقبنا كامل، يعني إنه تحبي العفسة. لايك أنا كنت حابة نرجع صح والله ماشي باسكو زعما هي سي فغيث خايفة من العقاب يعني، ولكن ماشي كامل يعني رجعت السبب الرئيسي هو اني خايفة من العقاب، ولا يعني سبب واحد، يعني كاين عدة اسباب، منهم انه صح شفت بلي ذيك الطريق هي اللي فيها الراحة والسكينة to be honest، يعني honestly يعني الطريق اللي فيها الراحة والسكينة طريق ربي. يكذب عليك الغنى ولا غير يجرح انا كنت نسمع الغنى بعد ندبرس ومنا سو اوكي خلونا من ديك الطريق مش حابه نتفكرها anyway so yeah. خامس حاجة واللي هي I think كامل عندهم، يعني اللي طاحوا في الانتكاسة هذه، دايما تفكروا علاش طحتوا. اوكي يعني كامل فينا عندنا سبب الانتكاسة، ما نتكسناش هكا كنا قاعدين حتى لا نسمع ربنا، باين بلي كاين سبب خلنا ننتكسو، كاين كل واحد كيفه، مانيش حابه نهضر الاسباب anyways، يعني ماشي باش تجلد روحك بقات تفكر فيها ولا الاسباب، ولكن باش تحمي روحك منها. يعني وش كان يوجعك، وش خلاك تضعف، وش هو يعني الشيء خلاك تضعف، وش لازم يتبدل فيك، يعني الفهم هذا يحميك أكثر من أنك تلوم نفسك، يعني لازم تفهم علاش انتكست، علاش طحت، يعني باش تيفيتي عليك فوالا. دونك the last thing I want to say هي اسمعها مليح اوكي وش هي اللي تسمعها مليح، هي أنه الثبات ما يعنيش أنك ما تطيحش بور لا دوزيام فوا، ولا الثبات يعني على باليش، يعني الثبات هو يعني أنك كل مرة تطيح ترجع أسرع، يعني بالخف. اوكي معليش ما مطولت ترجع، المهم ترجع. اوكي لانه ترجع يعني ولا كما يقولوا تفهم هذيك العفسه روطار خير من اللي ما تفهمهاش اصلا، يعني ولا ما تفهمهاش في حياتك كامله، يعني ترجع بلا جلد بلا يأس بلا احساس بليك خلاص وما نش حنقدر سبا، يعني كل مره ترجع ايمانك يقوى وثقتك في ربي تكبر. فوالا لازم لا كونفيونس نديروها في ربي ماشي في عباده. فوالا وهكذا نولوا لايك كما كنا. اوكي سو احسن واثبت ان شاء الله، مش لأننا ما نغلطوش ولكن لأننا عرفنا طريق الرجوع.
بعد محاولات عديدة أكيد. هذا هو البودكاست متاعنا لنهار اليوم. I hope تكونوا استفدتوا وعجبكم واستمتعتوا وديتوا نصائح وشوية يرجع لكم الحماس إنكم تولوا، وهكذا نلتقي في البودكاست القادم إن شاء الله. Take care of yourself and تنسوش ديروا لي جادو على عجبكم لا فيديو، subscribe، بارطاجوا مع صحاباتكم and yeah, care